السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين يعرف الأكلة دي؟ بصوا كويس كده. حاجة كده تفتح النفس، وفي نفس الوقت موفرة جدا، وكمان من اللحمة. يعني عايزة اقول لكم عملنا النهاردة وصفة تحفة جدا. اكيد واحنا ماشيين في الشارع كده بنبقى شامين الريحة عند الحاتي، وبنبقى عايزين منها، بس بنبقى كاشين شوية من اكل الشارع. انا واحدة من الناس بشم الريحة بره اجي انفذ الاكل في بيتي على طول. تمام. معايا هنا بقى ايه عشان انا عديتكم في الكلام. معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، ربع كيلو بس مش اكتر. ومعايا كمان معلقتين او 3 معالق، مش اكتر من كده، برغل منقوع. وبعد كده صفيت البرغل حلو قوي من الميه، يعني عصرته كده جامد. وبعدين حطيت عليه الربع كيلو لحمه، وبعدين حطيت عليه بصلايه فريش. وبقيه المكونات هي ملح وفلفل اسود وبس. مش عايزه اغير طعم اللحمه عشان كده ما حطيتش توابل كتير. هنا معايا ايه بقى؟ معايا هنا قميص طرب. تعرفوا قميص الطرب؟ عامه دي حاجه انا جايباها من عند الجزار، اسمها قميص طرب. القميص ده يا جماعه ده طبعا هو كبير عن كده بكتير. تمام. انا هنا خلطت المكونات ببعض اهي. البرغل مع المفروم، طبعا الاحمر ده يا جماعه مش طماطم، الاحمر ده قرن فلفل حار. تمام، يعني ممكن تستغني عنه. مش اكتر من ملح وفلفل اسود وبرغل ولحمه مفرومه وبصلايه فريش. مش حابه تحطي بصلايه فريش مفيش مشكله، حطي بصل باودر. بس انا حطيت بصلايه فريش عشان تديني صوص شويه في اللحمه عشان تبقى جوسي. المهم، قميص الطرب ده يا جماعه كان كبير قوي، فانا اخدت منه الجزء ده بس، والباقي حطيته في الفريزر زي ما كان. قميص الطرب ده يا جماعه كان عندي، يعني ما اشتريتهوش. اللحمه بس هي اللي اشتريتها النهارده. تمام. بصوا بقى كده، زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. خدت قطعة من اللحمة برمتها في جزء من الطرب. عملت كده ايه صباع كبير كده زي ما انتم شايفين. هاخد برضو ايه التاني. يعني انا قسمت كمية اللحمة اللي معايا على 3 اجزاء. تمام. وده كده كان الجزء التاني زي ما انتم شايفين، وده برضو ايه الجزء التالت. اهم حاجة لما الف اللحمة بالطرب، يعني زي ما انتم شايفين كده لفة، والطرف التاني يجي على الحرف وخلاص. مش عايزه الف طرب كتير يا جماعه، يعني ما برومش الرول كتير عشان اللحمه ما تبقاش تقيله قوي، والدهن ده يبقى سمين قوي مع الكفته بتاعتنا. فيعني يدوب برمه واحده وخلاص كده، وتقطعي على كده. تمام. هنا بقى حطيت كده ايه معلقتين 3 من الزيت، ودول كمان كتير، لان انا بس عايزه ادهن الطاسه عشان لما تسخن الطرب ما يلزقش فيها. عشان كمان احنا مش عايزين نكتر زيت عشان الطرب ده كله هيسيح. تمام، يعني احنا مش هناكل الدهن ده، هو هيسيح، بس هو بيدي طعم وريحة حلوة قوي للكفتة. تمام. طبعا انتوا عارفين رغيف الطرب رغيف بس مش ربع طرب. رغيف الطرب بكام بيديكي؟ ممكن صباعين كفتة في الرغيف، ويقولك مثلا 50 جنيه، 80 جنيه، وكمان بتبقى لحمة مجهولة المصدر. تمام. ما هو لو لحمة بلدي مش هيدولك ب80 جنيه ولا ب50 جنيه. تمام. هنا بقى ايه، كان الطرب بتاعي اخد لون على الوشين كده، يعني اتحمر من الجنب ده سنة كده والجنب التاني، وبعد كده ايه غطيته بورق ألمونيوم او فويل، وسبته لما خد اللون زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا غطيته عشان الكفتة تستوي من جوه، وفي نفس الوقت ما يعني ما يعملش زيوت على البوتاجاز. تمام. انا هنا حطيت فلفل الوان في ارضية السيرفيس عندي عشان ما عنديش جرجير. طبعا لو عندي جرجير بقى واو. فحطيت هنا الفلفل الالوان ده عشان يكسر بس اللون للتصوير يعني، وهيتاكل برضو مع الوصفة. هنا بقى كان الرول بتاعي شايفين سخن ازاي يا جماعة. كمان في هنا ملحوظة، الاكلة دي لازم تتاكل سخنة، لان احنا كلنا عارفين ان الطرب ده لو برد هيعمل كده هيجلد، مش هتعرفي تاكليه، مش هيتبلع. فلازم يتاكل سخن. عشان كده هقطعه رول كده زي ما انتم شايفين. شايفين لحمة باردة؟ شايفين كده؟
هقطعه بالشكل ده وهناكله بقى ايه جنب سلطه خضراء. انا عن نفسي عملت مكرونه سباكيتي عشان الولاد. ممكن بقى تعملي جنبه مكرونه محمره، مكرونه بالصلصه، ممكن تعملي جنبه اي حاجه تخطر على بالك، وممكن ما تعمليش خالص وكفايه سلطات، سلطه طحينه وسلطه خضراء. بصوا شايفين بقى هنا بتقطع ازاي؟ شايفين؟ بجد تحفه جدا. ومش هقولكوا على الريحه، قلبت الشقه بجد، ريحه تحفه جدا. انتي واثقه هنا من اللحمه بتاعتك، لحمه بلدي، وواثقه من النظافه، واثقه من كل حاجه محطوطه في الاكله بتاعتك، وفي نفس الوقت موفره معاكي. شوفي بقى انتي لو هتشتري الكميه دي من عند الحياتي هتجيبيها بكام؟ احنا عملنا كل ده بربع كيلو من المفروم. تمام. بصوا بقى عملنا جنبها سلطه خضراء، سلطه الحياتي، عباره عن بصل وطماطم وكزبره مخرطه زي ما انتم شايفين كده، وفصين توم مدقوقين وملح وكمون، وبس كده. وزودنا بقى شويه ميه ودخلناها التلاجة شويه. يا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.